وبركاته يا أجمل متابعين وأخوات في الدنيا. هنشوف وصفتنا النهاردة. شوية زيت، هنخمن مع بعض، هنشوف هنطبخ ايه. شوحنا اللحمة مع البصل، هنحط توابل، شوية فلفل، حبة كمون، ورق لورا، 2 حبهان، قرفة خشب ما نكترش، هنقلب كله مع بعض. الملح للآخر عشان بيقلل سوى اللحمة بسرعة. اتأكدنا من التشويحة الحلوة دي بالتوابل، هننزل عليها بالمية المغلية. ده البصل اللي انا استخدمته، ما برميهوش بس بحته كده علشان الشوربه اهو. طماطمايه. تاني وصفه معانا هنعمل قلقاس في الفرن ونشوف تشويحه حلوه برده كمان له. هننزل بشويه زيت، هننزل بالقلقاس الصوابع. بسم الله الرحمن الرحيم، من الديب فريزر على طول اهو. القلقاس بالذات لازم كل حاجه تكون سخنه مولعه، يعني زي الزيت سخن قوي. نزلنا بالقلقاس وهو متفرز على طول متجمد اهو، على طول كده، مش بيلزق معانا ولا بيمط. جميل جدا، وزي ما تقولي فريش، زي ما تكون فريش جايباها النهارده اهو. الطماطم دي غاليينها عشان لازم كل حاجه تكون سخنه، بتتغلي غلوتين اهي. فص ثوم كبير، شوية من الفلفل، شوية من الكمون، مرق الدجاج. الله على الريحة والجمال والطعامة. طماطم وهي سخنة مولعة اهي. البصل على طول اهو. في طريقة للقلقاس الاخضر برضو بيعملوه بالسلق والكزبرة الخضراء، بس يعني احنا بنحب القلقاس اللي هو بالصلصة ده. شوية ملح للشوربة، كرنيب شوربة. بصوا الفكرة دي، ادي المقصوصة هنصفي عليها كده عشان البصل ما ينزلش، لان طبعا في القلقاس فيه بصل كتير اهو. نخلي بالنا عشان ما يلزقش في الطاسة اهو، من فوق لتحت كده اهو، ونوطي عليه شوية على ما اللحمة تقرب على سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كرنيبين شوربة، ولازم تكون فيها سوائل، الصينية لازم يكون فيها سوائل كده. واللحمة لازم تكون نص سوا عشان نسويها مع صينية القلقاس كده. نغطيها بورق فويل وهي داخله على سوا بقى، نبقى نشيل الفويل ونحطها تحت الشوايه. نعمل مع بعض شوربه اللسان العصفور بالخضار. ننزل بمعلقه صغيره من السمنه، شويه من البصل. اتشوحت البصله، هننزل بشويه البسله
شوية الجزر تتقلب مع البصلة المتشوحة التشويحة الحلوة دي. والبطاطس اخر حاجة هنتبلها. ادي شوية فلفل صغنطاطين قوي، كمون برضو، ورق لورا، 2 من الحبهان. ريحة التوابل جميلة جدا مع الخضار. حمرت شوية لسان عصفور، هننزل بكل الخضار بالتشويحة الحلوة دي كده، وشوية الشوربة المعتبرين كده. بصوا نص مكعب مرقة دجاج زي ما انتوا شايفين كده، لو حابة تشيليها خالص تشيليه، بس دي بتديلها طعم احلى. وهو في البوتاجاز كده. لا بعيد شوية، ايوه كده. كده خلصت وصفتنا معاكم النهارده، يا رب تعجبكم. جربوا وصفتنا ومش هتندموا قد ايه الشوربه دي جميله جدا جدا، والتوابل اللي فيها كمان احلى. والرز الابيض برضو التوابل فيه جميله جدا، من التوابل اللي احنا حطيناها في الشوربه. وصوابع القلقاس مستوي جدا 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 بجد والله بامانه. يعني هي مش مستحمله. بصوا المعلقه اهي اهي. اوعوا تنسوا اللايك والشير واشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير يا رب. باي باي.